سالفة صراحة لمست قلبي مرة وأثرت فيني بشكل ما تتخيله، لدرجة يوم صار الموقف قسم بالله أني ما قدرت أعبر. وهو شيء في خاطري، يعني أنا أحس أني دايم ودي أقوله بس ماني عارف شلون أقوله، لأني أعرف أن كل الناس تعرفه، بس هو يحتاج شيء من التذكير. عبد الله خوينا عنده شركة تسويق، وقعدنا نسولف وكيف الشغل وكيف السوق. فقال يعني الحمد لله هذه الفترة كبت علينا المشاريع بشكل مو طبيعي ما شاء الله، والحمد لله الشغل عندنا ارتفع وزان بشكل ما هو بعادي. فسألوا واحد قال وش السبب، وش السر اللي خلى المشاريع كذا تجيكم؟ قال تبي الجواب المثالي ولا الصدقي؟ قال لا ابغى الصدقي. جاوب مثالي اني انا اقول لك احنا نقدم نموذج مميز وخدمنا عملاء كثير والعملاء جابوا ناس، يعني اتكلم لك بلغة السوق. الجواب الصدقي اللي انا المس اثره هو كان بسبب محمد يناظرني. سويت لك؟ ما سويت لك شيء. قال لا أنت قبل كم شهر نزلت فيديو عن مبادرة فيها تبرع يومي تربط فيستك معاهم، بعدين تصحى كل يوم الصباح على رسالة تبرع. يقول أقسم بالله من يوم سويت ذا الشيء إن الخير انفتح في شغلنا بشكل مو طبيعي. والله العظيم يا جماعة إني أنا نفس الشيء في شغلنا، والله إني من يوم سويت ذا الحركة كل شيء تغير. وفي شيء ثاني، من يوم صرت كل سبت أنزل مشروع صدقة عن والدي إن في أمور كثيرة تغيرت. فسبحان رب العالمين، سبحان من طرح البركة في حياتنا عن طريق الصدقة. يا أخوي موجود، سبحان الله، يعني سبحان من جعل الصدقة حل لكثير من الأشياء في حياتنا ولا ننتبه لها، ما ندري عنها. يعني نخطي ونذنب ولا ندري سبحان الله أن الصدقة تمسح كل المصايب اللي احنا قاعدين نسويها. نضيق ونحزن ولا ندري سبحان الله أن الصدقة هي اللي تريح البال وتجيب السعادة لأنفسنا. وندخل في التجارة ونطامر ونراكض ورا الدنيا وندور الرزق في كل مكان ولا ندري سبحان الله أن البركة تجي من الصدقة. فسبحان من جعل في الصدقة حل لكثير من الأشياء في حياتنا. فهذا اللي يخليني اليوم أنا أساهم وذاكر، لأنه أحس أني إذا ذكرتك تزيد البركة في حياتي. فالله يكتب لنا الخير وياكم ويجعل اللي قاعدين نسويه، سواء إن كنت تتصدق أو تذكر أو ترسل، يعني إن شاء الله تلقى بركة هذا الشيء. لذلك أنا كل سبت بالعادة أنزل كذا حملة خيرية نتصدق فيها أنا وياك.